انا عايزه اقول لكم ان النهارده هعرفكم اسهل طريقه للستريبس هيجهز معاكم في 5 دقايق. وبالنسبه للطعم متاكده انكم هتبطلوا تشتروا ستريبس الشركات بعد ما تجربوا الوصفه دي. كرانشي من بره ومن جوه مستوي ولونه فاتح وجوسي زي ما انتم شايفين. تعالوا اقول لكم عملته ازاي. في بوله حطيت بيضتين بحراره الغرفه، ونص كوبايه من الصويا صوص الفاتح اي نوع تحبوه، ملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنه، بصل باودر وتوم باودر، وهي دي التتبيله اللي هتخلي طعم الفراخ تحفه. عملت ميكس للتتبيله مع بعض وكده بقت جاهزه. حطيت فيها كل قطع الستريبس، وانا هنا جايبه ستريبس مش جايبه قطع بانيه، بتكون مساماتها واسعه وبتمتص التتبيله بكل سهوله اكتر كمان من البانيه. لو حابين تسيبوه في التتبيله شويه مفيش مشكله، بس ممكن تشتغلوا بيه على طول برضو. للكفرنج استخدمت كوبايتين كبار من الدقيق، عليهم كوبايه كبيره من النشا، ومعلقتين كبار من البيكنج باودر. قلبت كل الخليط ده مع بعض وابتديت ان انا احط فيها قطع الستريبس، وما نضغطش عليها، نخليها كده هش عشان تكون الطبقه الخارجيه مقرمشه، ونديها تنفيضه كده في الاخر بحيث ان هي تدي شكل التمويج زي ما